السلام عليكم ورحمة الله متتبعينا الكرام، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، ومرحبا بكم في قناتكم المتواضعة طبخ ريحان اللي كتقدم لكم دائما الوصفات اللي كنقدمها لعائلتي اللي كيكونوا ناجحين وما كيكونوش فيهم تعقيدات. كنبغي نشاركهم معكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بانكيك بطريقة سهلة وسريعة. بقاو معنا لاخر الفيديو باش تشوفوا مراحل التحضير ديالو. المقادير اللي غادي نحتاجو فيه جوج بيضات بحرارة المطبخ، وجوج معالق كبار من سكر سنيدة او سكر حبيبات، وكيس من سكر الفانيلا، و4 ديال المعالق كبار ديال الزيت النباتية او زيت المائدة، معلقة تكون كبيرة. نخلط المكونات ديالنا بالطراب اليدوي. نضيفو علبة من الياغورت الطبيعي، انا هنايا ضفت ياغورت بدون سكر، واذا بغيتو يكون بالنكهه ممكن تضيفوا ياغورت باي نكهه تبغيو، بنان او الفانيلا. نخلطوه حتى هو مزيان. غادي نضيف كاس كبير ديال الحليب، نضيفو الدقيق بالتدريج، مع واحد كيس من الخميرة ديال الحلويات من وزن 8 غرام. نخلطو الكأس الاول، نعاودو نضيفو الكاس الثاني، نمزجو المكونات ديالنا مع بعضياتها. كما كتعرفوا بانكيك ما خاصوش يكون قاصح، شحال ما يكون جاري كيجي خفيف. ملي كيطيب كيجي لنا بانكيك كيكون خفيف وشيش. صافي، هذا هو القوام اللي بغينا نحصلوا عليه. كتلاحظوا جا يعني هو هذاك، ماشي جاري بزاف وماشي ثقيل. وهنا عندنا المقله اللي غادي ندهنوها بشويه ديال الزيت، غير باش يجي البانكيك ديالنا محمر. ونوضعوه في كل خانه جوج معالق كبار. الا كانت متوفره، الا ما كانتش متوفره هاد المقله هذه، ممكن نستعملوا اي مقله تكون عندنا ديال الخرينكو او البغرير. المهم المقله ما تكونش كتلصق. بغينا نديروهم كبارين ولا نديروهم هكا صغار، حتى نقدروا نديروا حتى في المقله اللي ما تكونش هكا بهاد الخانات هادو. وهاد المقادير اللي عطيت لكم اخواتي تقدروا تضاعفوهم، يعني تدوبلوهم، يعني ديروا 4 ديال كل حاجه، يعني تزيدوا منها. حنايا كنديروا داكشي اللي كنحطو مره وحده وتبارك الله، يعني كنحطو مره وحده وكيتنكل، ما كيبقاش، كيجي خفيف وكلشي كيعجبلو. كما كتعرفوا بانكيك كيبغيوه الصغار والكبار، والصغار كتر. اسهل حاجه اللي ممكن نديروها للغوتي هو هاد الوصفه ديال بانكيك اللي كتوجد بسرعه، ما كتحتاج بزاف ديال الوقت، وما فيهاش المقادير بزاف. فقط نعاود المقادير: جوج بيضات، جوج معالق سكر، 4 معالق الزيت، كأس حليب، علبة الياغورت،
كيس من سكر الفانيلا، كيس من خميرات الحلويات، وجوج كيسان ديال الدقيق. النار ما تكونش مجهده بزاف باش ما يتحرقناش قبل ما يطيب. هاد الوصفه هذه اخواتي شاركتها معكم من دار عائلتي، يعني كما كتلاحظوا الكوزينه ماشي كوزينه ديالي. صافي نكملوا بهذه الطريقه. من بعد ما كنكملوا الكميه ديال البانكيك ديالنا، ناخذ الشوكولا نوتيلا ولا اي شوكولا اللي تكون متوفره عندنا في الدار، ولا الكراميل ولا اللي بغينا نزينو به. وإلا ما كاينينش هادو ممكن نديرو فقط الكونفيتير او المربى. نديرو الشوكولا ديالنا درناها في جيب الحلواني، وممكن نديروها غير بالمعلقه بلا ما نصعبوا الامور، غير بالمعلقه هكا نديروها. كل وحده تاخذ حقها من الشوكولا. ممكن هنايا نزينه بالكركاع اذا كان متوفر، ممكن لوز، ممكن حب الملوك. المهم داكشي بالنسبه للبانكيك كيبقى على حساب داكشي اللي عندنا في الدار. ممكن نخليوه غير هكاك. نتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوا، الصراحه كيجي خفيف ورائع. اللي ذاقوا عجبلو. احنا كنديروه بزاف وخصوصا الاطفال هما الوالا اللي يبغيوه. وهاد الوصفه كانوا طلبوها مني بعض الاخوات. نتمنى ان شاء الله يشاهدوا هذا الفيديو ويجربوا الوصفه ان شاء الله وتنجح معاهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البانكيك ديالنا. نتمنى الوصفه ديال اليوم اخواتي تنال الاعجاب ديالكم حتى نتوما. ها هو كيجي. وبصحة والراحة الى وصفات اخرى ان شاء الله.